تم تسليم مفاتيح 5 حافلة للنقل المدرسي لجماعات ترابية تابعة لإقليم بولمان، وذلك بمناسبة إطلاق الموسم الدراسي 2021-2022 الذي يرفع شعار من أجل نهضة تربوية لتحسين جودة التعليم. وجرى تمويل هذه العملية من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ إجمالي قدره 1455 مليون درهم. الحصيلة ديال المرحلة الثالثة ديال المبادرة متميزة جدا، بحيث تم رصد ما يناهز 34 مليون ديال الدرهم للقطاع ديال التعليم. إذن اليوم تزامنا مع إعطاء الانطلاقة للدخول المدرسي، تم التعزيز ديال الأسطول ديال النقل المدرسي اللي كيتوفر عليه إقليم بولمان ب5 ديال الحافلات للنقل المدرسي إضافية، ويصل حاليا العدد ديال النقل المدرسي بإقليم بولمان إلى 82 حافلة. اقتناء هذه الحافلات يروم تقليص الفوارق المجالية والترابية، وستمكن أيضا من تشجيع وتحسين تمدرس الأطفال وخصوصا الفتيات المنحدرين من الوسط القروي، وكذا محاربة الهدر المدرسي.